الحضارات القديمة دي كلها اندثرت بالكامل معرفيا لغويا وثقافيا، ولم نعلم عنهم شيئا إلا مع بداية القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي فقط. يعني من حوالي 200 سنة بس بدأنا نعرف عنهم، وإن المرجع الأول لينا كان حضارة اليونان، وهي الحضارة القديمة اللي استطاعت حفظ لغتهم وعلمهم، وانتشرت علومهم وكتبهم وصلت لنا بلغتهم الأصلية، وإن هم البداية والمرجع الأول لكل اللي بعدهم، لأنها كانت أول حضارة ليها علم متداول ومنقول، واتبنى عليها كل اللي جه بعدها، لأنها كانت بمثابة المرجع الأول. طب لما الحضارات اللي قبل اليونان اندثرت بالكامل وما نعرفش عنها حاجة إلا من 200 سنة بس تقريبا، إيه الصور دي وجت منين؟ قبل ما جاوبك خلينا نناقش فكرة إننا ما نعرفش حاجة عن الحضارات القديمة قبل 200 سنة. طب إزاي؟ يعني مثلا إحنا قبل حوالي 200 سنة إحنا عايشين في مصر وشايفين الأهرامات وما كناش نعرف أصلا إن دي حضارة. طب إزاي؟ أمال كنا فاكرينها إيه؟ طب وإزاي عرفنا إنها حضارة وإمتى بالظبط؟ خليني أحكي لك الحكاية من الأول خالص. أول حاجة ممكن تيجي في دماغك، إزاي ناس عايشة وعندهم حضارة وفجأة الناس تكون عايشة في نفس المكان ومش عارفة إيه المباني دي ولا مين بناها ولا عارفة إنها كانت حضارة